فيما سعت بعض الجهات إلى تفريق اللبنانيين وإضعاف الدولة. بعد إعلان المملكة العربية السعودية إلغاء مساعدات للجيش اللبناني تقدر ب4 مليارات دولار في رد على مواقف لبنان السياسية المختطفة إيرانيا، سارعت طهران لعرض هبة عسكرية للجيش اللبناني، وفيما يواصل حزب الله وإعلامه التطاول على السعودية ودول الخليج. نحن العرب هم أعراب. يكشف موقع جنوبي اللبناني عن بعض أسرار الهبة الإيرانية تلك. فعوضا عن 6 طائرات سوبر توكانو من فئة الإسناد الجوي القريب القادرة على إطلاق صواريخ وأسلحة ذكية، من المتوقع أن تزود طهران الجيش اللبناني بطائرة يطلق عليها بوز الخميني، مجهزة برشاش أمامي وما يشبه قاذف الصواريخ على طرفيها. دبابة إيكا إيماكس المصنعة في فرنسا كان من المتوقع أيضا أن تزود السعودية الجيش اللبناني ببعض منها، إلا أن دبابة إيرانية ستحل مكانها، إضافة لما يقال إنها مدرعة من تصنيع إيراني. المساعدات السعودية كان من المتوقع أن تشمل كذلك صواريخ أمريكية مضادة للدروع من طراز تاو 71، والتي سيحل مكانها صواريخ طوفان الإيرانية بنسخها المعدلة. 3 سفن حربية من تصنيع شركة CMN بطول يصل ل 56 مترا ومجهزة بمدفع حديث وصواريخ مضادة للطائرات، ستقدم إيران بدلا عنها سفينة أذر خنش، وهي عبارة عن يخوت مستوردة ركب عليها عدة صواريخ. كما يتوقع أن تقدم إيران مجموعة أخرى من الأسلحة أثارت أشكالها الغريبة دهشة في الأوساط اللبنانية، ورغم كشف الموقع اللبناني عن تلك الهبة الأقرب للخردة منها للأسلحة، تشير تقارير عسكرية لامتلاك إيران ترسانة أخرى من الأسلحة معظمها مستورد من روسيا، والتي من المستبعد أن يزود الجيش اللبناني بأي منها.